نحن لسنا دعاة فتنة، لسنا دعاة فتنة يا رب. وكما قلت لكم مرارا، نحن نتعامل مع الجميع بديننا، نتعامل مع جيراننا بديننا الذي امرنا ان نحسن اليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. تتعامل معهم بالعدل بل وبالبر. وقد نهانا صلى الله عليه وسلم ان نعتدي على اي مخلوق، حتى نهانا ان نعتدي على الحيوانات، حتى نهانا ان نعتدي على القطط. فقد دخلت امراه النار في هره، يعني قطه لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض، ولكن حبستها تماما. فكيف نعتدي على الناس بعد ان امرنا ديننا الا نعتدي على الحيوانات ولا حتى على الجمادات ولا حتى على الاشجار؟ القصه من اولها ايها الاخوه، كانت هناك مظاهره تسير من عند دوران شبرا. مقر الانتخابي يبعد عن هذا المكان ب100 متر او 200 متر على اكثر. سمعت ان هذه المظاهره ستمر من الشارع، شارع شبرا، مرورا بمقر الانتخابي داخل شارع اسعد. قلت للشباب الذين يجلسون معي في المقر الانتخابي لا علاقة لنا بهم، دعوهم يمروا يعملوا. ومعنا مجموعة من المسائل الذين سيؤيدون هذا، لكن انا اريد ان اخبر الناس اولا ثم هو يقول ما يشاء. فقلت لهم دعوهم يمروا بسلام لا علاقة لنا بهم كأي مرة. في هذه أول مرة يا أخوانا أنا أريد أن أسألكم سؤال، هل هذه أول مرة تمر المظاهرات في شارع شبرا؟ هذه ليست المرة الأولى، فلماذا لم نعترض عليهم في المرات السابقة؟ أم أنها مسألة مفتعلة من أجل أنني رشحت نفسي للانتخابات؟ أنا لا أدري. أنا أقل إنسان أضع لافتات الشوارع، أقل واحد أضع بنرات الشوارع، غير وضع الآلاف من البنرات. وأنا لكل ذات هذه لا أضع إلا صورة أو صورتين في كل مكان، أقول فقط الناس تعرف. فليس عندي من المال ما يقف امام هؤلاء، وليس عندي من الجار ولا السلطان ما يقف امام هؤلاء. منذ يومين حدث في هذا المكان في شارع اسعد ايها الاخوه مؤتمرا للانتخابات، يعني للترشيح. لله الحمد والمنه والفضل، حضر في هذا المؤتمر الالاف. انا تعجبت من أين أتت هذه الآلات؟ ولماذا أتوا؟ وأنا ليس عندي ما أعطيهم إياه. فلست أدري هل هذا أزعل بعض المرشحين حتى يحدثوا فتنة بيني وبينك. أنا على أي حال أحب جميع الناس، وأعلم أن الجميع يبادرني حبا بحب، وأنا أحافظ على هذه المسيرة بيني وبينهم. عندنا مجموعة من النصارى لكن سيتكلمون الأعراض طبعا، لكن بعد يوم لكم القصة. قلت لإخواني الذين يجلسون معي في المقر الانتخابي لا ينبغي لنا
أن نتكلم معهم ولا أن نعترض عليهم. حقهم أرادوا أن يتظاهروا فالكل الآن يعني مذمومة، وأنا أرفض مثل هذه المظاهرات الغبية. الحقيقة إن كنا نتظاهر في ميدان التحرير من أجل تصحيح الأوضاع التي ترونها، لكن ليس معنى هذا أن نتظاهر في كل مكان، لأن هذا سيعرض أمن البلد إلى الخطر. فكنت على أي حال تعود وأمر السابقين لا نعترض عليه ولا يعترض أخيه، لكنه مثلا بعض الشباب يقفوا على ناصية الشارع، شارع أسعد اللي في مقر الانتخاب بتاعه، في لحظة واحدة والله الذي لا إله غيره أخوانا، في لحظة واحدة وجدت أن الزجاجات الزائرة والطرق يتفادق علينا كالسيل. هذه سيارتي، لأن الصور الخاصة بي عليها تخدعوها. الحمد لله لا إشكال، لا أحسن عليها، كل شيء مقرر. حاضر. الصور الخاصة بي التي كانت معلقة على الشارع أنتم الآن تستطيعون أن تصورونها الآن مقطعة، والبنرات يعني مجموعة البنرات التي يعني استطعت أن أقوم بها مجموعة 10 بنرات في شارع فكرة كله، 10 بنرات تنتظرون على الآخر. الحمد لله. أنا لا أدري لماذا يعتدون على هذه الأشياء. طبعا لا شك أنه حينما تلقيت علينا الحجارة والزجاجات الكارثة قام البعض الموجود في الشارع بالرد عليهم طبعا، وهذا حقهم. يعني ماذا تريدون منا؟ هل تريدون منا أن نضرب بالحجارة وأن نقف مكتوب الأيدي؟ أنا أريد أن أسألك سؤالا. أيوة كلامه كده ما بيقولش الحقيقة. أيوة قول لي كلامك كده. هل تريدون منا أن نضرب بالحجارة؟ الشباب نضرب بالحجارة ويأخذ ساكتا. طيب أنا أسألك سؤال. الخطة المسؤول شايف مشاهدة شاهد من أهلها. بدأنا بالضرب بالحجارة من فوق هنا، كل ضربة خلينا عايزين عقل شوية لو سمحتوا يا فندم. هذا المكان لا عايزين نسمع القرية مش هو الواحد اللي هيتكلم. استني بقى لو سمحت يسمع، إذا تسمعش نسمع الفاضي. المكان وضعنا عن الشارع. البلطجية بتوعوا قاعدين فوقيه اهو. حزم طاير المكان وضعنا عن الشارع الرئيسي أكثر من 30 متر. من عمر القوة لوحدة سجادة. أنا بس هقول لك ما تعملش جسمك، ما أنا هقول لك تفكروا ده استخبى عندنا. أنا هوصل لك. طيب أنا أرجو من القنوات اللي بتصور وأرجو من الذين يصورون أن يصوروا المسافة. هذا بتصور عندما الأدلة بصوت الصورة. أنا أرجو لا أنا بدي خلي بالكم إن في مجموعة الآن الناس تجنبوا يباح بسفتنا مرة أخرى. خلي بالكم في مجموعة الآن الناس البينية يباح بسفتنا. خذوا حذركم. نحن